طابت أوقاتكم بكل خير وعافية. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن نهائي كأس الخليج ما بين السعودية واليمن الأربعاء القادم. قبل انطلاق النهائي يجب على الجميع من جمهور ولاعبين وإداريين التحلي بالروح الرياضية وتقبل نتيجة المباراة، ولا نتمنى أن نشاهد ما حصل بعد مباراة اليمن وعمان من المدربين والإداريين العمانيين والخروج عن الروح الرياضية. نتمنى من اللاعبين أن يلعبوا بنفس المستوى وبنفس الشخصية وعدم اللعب بخوف أو ارتباك كما حصل في مباراة الافتتاح. يجب من اللاعبين الابتعاد عن الأخطاء، اللعب بثقة بانضباط بعيد عن الاستهتار أو الخوف من المنتخب السعودي والارتباك خاصة في بداية المباراة. على مدرب منتخبنا النفاعي التحضير للمباراة رغم ضيق الوقت، تحرير اللاعبين من الضغوطات واللعب بأسلوب آخر وأن يتمكن من مباغتة الأخضر السعودي معروف أنه يعتمد على التدخلات القوية واستخدام أسلوب الضغط وعدم ترك أي مساحات. دائما النهائيات تحسم بجزئيات بسيطة، قد نشاهد فريق يلعب وآخر يكسب، والاستحواذ السلبي ربما تكون الفرص قليلة. عامل الوقت إن شاء الله يكون في صالح منتخبنا. يجب من المدرب تدريب اللاعبين على ركلات الحظ الترجيحية واختيار أفضل اللاعبين. نتمنى من كل الاتحادات الخليجية دعم لاعبينا وتوفير لهم فرص اللعب والتواجد في الدوريات الخليجية. كلمة شكر إلى الاتحاد العراقي الذي يسمح إلى اللاعبين اليمنيين في اللعب في الدوري العراقي كمواطن عراقي. نتمنى من الاتحاد المحافظة على المدرب والجهاز والعمل معه لأعوام عديدة.